علينا أن نعلم أن أول صفقة تسلحت بها الجيش الوطني الشعبي الجزائري كانت صفقة مغربية منحها على شكل هبة المرحوم الحسن الثاني سنة 1963 على شكل مجموعة كبيرة من الدبابات والمدافع والذخيرة إضافة إلى مروحيتين. هذه الأسلحة التي أعطيت كهبة سنة 1963 للجيش الوطني الشعبي هي التي استعملت للهجوم على فيقيق وحسبيضة بعد 7 أشهر من هذه الهبة. المعطى الآخر وهو أن العقيدة العسكرية الجزائرية مبنية على التخويف والترهيب في الداخل والهيمنة في الخارج. أي بالنسبة للعقيدة العسكرية الجزائرية تعتقد أن المنطقة الممتدة من كانو في نيجيريا إلى مرسى مطروح بمصر هي منطقة أمنها القومي، لا يمكن لأي تغيير أن يتم في هذه المنطقة إلا بموافقة قيادة الأركان الجزائرية والمخابرات الجزائرية. المعطى الآخر المهم جدا وهو أن المخابرات العسكرية الجزائرية التي كانت أول لبنة أنشئت في مدينة وجدة في منزل أبو عبد الله، والتي كان قد أنشأها العقيد عبد الحفيظ بوصوف، قد تخيلت سيناريو أن المخابرات هي التي تعطي الجيش التحرير الوطني، وجيش التحرير الوطني هو الذي يعطي الدولة الوطنية. هذا الشيما أو هذا الرسم الذي بناه عبد الحفيظ بوصوف لا زال قائما، وهذا المبنى يقوم على التخويف والترهيب الداخلي والبحث عن عدو كلاسيكي وهمي خارجي سواء كان المغرب أو فرنسا، والآن يزيدون حتى إسرائيل في أعدائهم الوهميين.